لك هاي كريمة، وش رايكي؟ صباح الخير، اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير شيف عبير، الحمد لله على السلامة، نور استوديو. صباحك اسعد. يا حبيبتي تسلمي. شكرا، انت تاني نورتي معنا استوديو. شكرا، الله يخليكي. سفريتنا اليوم مع شيف عبير ادتنا الى دول اسيا، ادتنا الفيتنام، الصين وغيره. هو الاكل الصحي فعلا، ومثل ما كنت عم بتقول السعاده وقرار وهيك، فشريحه المطبخ بتشهي وتكمل سعاده الانسان لما يتوفق في مشاريعه بلا شك. والعامل الرئيس في نجاح المشاريع هو التعاملات. بالضبط، صح؟ بالضبط، هو الموضوع اللي جيتينا به اليوم ان شاء الله. طبعا دائما نحن بنحضر لها الفقره مع بعض، ومثل ما كنا عم نحكي بهذا الموضوع، النجاح شيء اساسي بحياه الانسان، وفن السلوك او السلوكيات او الاتيكيت مثل ما بنحكي دائما هو ليست عاده غربيه يعني، ولكن هي الاخلاق والعادات اللي نحن تربينا عليها، ولكن يمكن بعدنا شوي صرنا نقول خلص مش مشكله، بس اذا بنرجع نفكر فيها بنلاقي هيدي هي الاسس وهيدي الحقيقه اللي نحن تربينا وخلقنا معها وعشنا بدولنا. فلما بنشوف هذيك اليوم حكينا موضوع كان كثير مهم، هو موضوع النجاح. شو هي الدلائل اللي بتفرجيك الشخص الناجح؟ طبعا مع تغير الوقت وتغير الزمن صار في عنا عصر جديد، مثل ما بتعرف صار في عنا ناس بتشتغل، صار في تطورات جديده، صار الغرب ممكن فايت على بلدنا او العكس صحيح. يعني مثل ما بتعرف هلا الفعاليات اللي عم بتصير مع السفارات الموجوده بدوله الجزائر، صار الانسان او الشخص اللي بهذا العالم مجبور انه يعرف كيف يتعامل. وبتمنى هاي الفقره يعني بتكون مثل تذكير لنا وللمشاهد الكريم اللي دائما بنوجه له تحيه باحلى ساعات، وهي ساعات الصبح. إذا البداية منين راح تكون كريمة؟ راح تكون إنه نحن مثل ما بتعرف تغير الوقت وتطور، يبقى بدنا ناخذ هيك كم نقطة نحكي فيهم كيفية التعامل لما يكون عندنا اجتماعات أو عندنا دعوات، وهذا الشيء موجود. عرفت كيف صرنا تعلمنا، تثقفنا، حياتنا تغيرت، فدخلنا هذا العالم من الأعمال والاجتماعات. هذا الموضوع لا يقتصر فقط على الرجل، بينما صارت المرأة والرجل دخلوا هذا العالم من كل النواحي، الناحية الإعلامية، الناحية العملية، تجارة. صرت بتشوف هلا نساء عندهم مشاريعهم الخاصة، عندهم أشغالهم اللي بتخصهم. فكتير مهم إنه نحكي على السلوكيات ولبقة التعامل مثل ما بتقول. واللي بنعرفه إنه نحن لما بنعرف نتصرف مع شخص معين نحن عم نفكر بالشخص الثاني، ولكن هذا الشيء بينعكس إيجابيا علينا. فما بتعرف إنه ممكن طريقة كلامي معك بتأثر على طريقة حكيك معي. فرح ندخل مباشرة بالموضوع ورح نحكي على النقاط اللي اليوم حضرناها مع بعض، كيف نتعامل بعالم العمل والمال. أول شيء لما بتكون قاعد مع جماعة، وهذا الشيء كتير بيصير لما تكون باجتماع سواء جوا الشركة أو برا الشركة، لما أنت بيكون عندك شك بحدا معين أو نسيت اسمه، وهذا الشيء بيصير لأنه بتكون عندك شغل كتير، يومك طويل، بتعرف ناس كتير، لما بدك تقدم حدا وناسي هالاسم بتقول هيدا الاستاذ فلان الفلاني، وبتخلي الاثنين يتعرفوا على بعض. ابدا ما هذا وش ما ندير انا نقع كثير في هذا المشكله، انه ننسى الاسماء. وش ندير؟ يلا تعرفوا بيناتكم تفضلوا باش نتفادى مشكله اني نسيت اسمه، لانه في احراج نوعا ما للشخص اللي ننسى اسمه. حتى لك انت نفسك بيكون شخص عارفك من انت اليوم، يعني حضرتك اعلامي معروف وهيك، انا صديق لطفي وانت يمكن ناسي الاسم، او الحمد لله بتعرف ناس كثير والحباب كثير. فلما تكون واعيين بهذا بصير معي كمان ولا نطول نقول كريمه شامي معك، تفضلي معك يلا تحدث اسمك بالضبط. ولكن ما نقدر نطنش الموضوع مثل ما بتعمل بالضبط. هو هذا الاسلوب الصح والسلوك الصح الراقي بمجتمعنا اللي وصلنا له اليوم بالثقافه والعلم. الاستاذ فلان الفلاني او تفضلي عرفي عن حالك، لانه شخص مين ما كان يكون دائما بيحب يتحدث عن نفسه، فبتلاقي هذا التركيز، فمن دون ما يصير اي احراج للشخص الثاني. بعالم العمل والمال لا تزال المصافحه شيء مرغوب جدا، ما نتفادى هذا الشيء ابدا، خصوصا اذا كان عندك اجتماع عمل وانت رجل مرموق بالمجتمع، شو ما كان شغلك، لكن انت عم بتأدي شيء لمجتمعنا وعم بتزيد عليه. حلو كثير انك تسلم بايدك، اهلا وسهلا، فرصه سعيده. مثل ما حكينا هذيك المره انه هذا الشيء بيدل على شخصك وشخصيتك، انه انا عم سلم يعني انا متواجد، لمسه ايدك وربطه ايدك بتكون كثير منيحه. هيدي بتعطي ثقتك بنفسك، حبك لنفسك، وانه انت عارف شو اللي عم بتقدمه. والسيده اللي ما تحبش تصافح تحطي
الايد دائما هيدا الشيء طبعا يمكن هيدي كانت على الرجال. صرنا هلا نشوف غير هيدي المصافحه سيدي تحط ايدها هون، صرنا نبعد نقول هيك اهلا وسهلا او اهلا يعني وسهلا صينيه اهلا وسهلا، او من بعيد اهلا وسهلا، معناتها انه سيدي لا ترغب بالسلام. نفس الشيء بين المراه والرجل، اذا رجل شوي متدين وهيدي اللي عم نشوفها هلا اهلا وسهلا فرصه سعيده، بس ترفع هيدي الايد معناتها انا ما حابه يعني لامس ولا حابه اتسافح. ولكن كثير مهم انه هيدي النقطه تنعمل، ما تسبب احراج للشخص الثاني اللي بده يوصل لعندك وبعدين تعمل له هيك، هيدي غير مرغوبه. تنسحب قبل، يعني اهلا او اهلا او اهلا للرجل، اما المراه ما بتسلم بهالطريقه الطريقه. صرنا بوقت انه الحديث او العلم وصلنا له، صار بدك معلومه معينه بتفتح الانترنت بتعرفها. فكتير مهم لما يكون عندنا اجتماع ما نقاطع بعض. انت عم تقول معلومه معينه، حتى لو انا عندي دكتوراه بالكلام اللي انت تحكيه، غلط وعيب جدا اني اقاطعك. لازم خليك تكمل نقطتك، لازم اسمعك، واذا بدي زيد بطريقه لبقه. معظم الاحيان بتلاقي محادثه صارت بين مراه ورجل، يمكن المراه نحن يعني دائما شوي متخصصين بالمراه، يمكن لليوم بتحس انه الرجل سباق قدامها بكثير مواضيع، فانا لحتى ابين شخصيتي بدي اوصل النقطه اللي انا عم بحكي عنها، انه انا بعرف بهذا الموضوع. واللي تداخل وتدارب، وهذا الشيء يا سيدتي العزيزه ما بيزيد منك ولكن بنقصك. انا فوضى في الحديث، فوضى بالضبط. بحترم اللي عم يحكي، ما بقاطعه، واذا عندي نقطه معينه اذا اتاح لي رح اعمل تدخل، لكن تدخل بسيط. والهدوء دائما سلاح قوي جدا. الهدوء هو اللي بيعطيك رونق معين وبيبين انه انت عندك المعلومه اللي بدك اياها، اكثر من انه الضجيج اللي تحت. انا بعرف خلص والله هيك صار اوكي ان شاء الله، ولكن نقطه وجهه نظري او النقطه بهذا الموضوع هيك بتقول بهيدي الطريقه، بصير الشخص اللي قدامنا عارف انه نحن ناس لبقه وعم نحكي بطريقه معينه. النقطه اللي بعدها لغتنا اللي بنستعملها. هلا اليوم بالعالم الثقافي اللي نحن عم نحضره بالجزائر، بالفعاليات اللي عم بتصير بكل المدن، لازم نراقب اللغه اللي عم نحكي فيها، لانه هي بتنعكس مباشره علينا، بتنعكس على المؤسسه اللي نحن سفراء بالنسبه لها، نحن بنمثلها، إذا جوا البلد أو برا. فأنا أي كلمة بستعملها اليوم محسوبة علي بطريقة مباشرة، فلذلك كتير مهم شوف الكلمات اللي عم بحكيها، انتبه الشخص اللي قدامي، ناخذ بعين الاعتبار سواء رجل أو مرأة. شو الكلام ممكن أنت وصاحبك تحكي حكي ما بتقدر تحكيه قدام صديقتك أو قدام أختك أو قدام، فهمت علي؟ يبقى لازم إنه نحكي بلغة معينة. مكاتب العمل اللي نحن موجودين فيها، ما تدخل على مكتب حدا من دون ما تخبر، لازم تخبر، لازم تستأذن. هيدي سلوكيات بتنعكس عليك وعلى الشخص الثاني، مثل ما قلنا بتبين للشخص الثاني انه انت جاي عم تحترم مجاله، عم تحترم شغله، وهيدي بطريقه مباشره معناتها انت عم تحترم نفسك، انه انا جاي بالوقت الفلاني، ان شاء الله بدنا نحكي بالموضوع الفلاني، شكرا مع السلامه. لكن ليس مستحب ابدا انك تدخل على مكتب حدا من دون سابق انذار او من دون ما تخبره. النقطه اللي بعدها، صرنا بعالم نستعمل ايميلات. اذا بتلاحظ يعني صارت الكوميونيكاسيون اليوم عبر الايميل، مواقع التواصل الاجتماعي، اكثر من هي انك ترفع سماعه التليفون، واللي هو معروف جدا انه نحن عيب نستمع على احاديث غيرنا، عيب نتدخل مثل ما بدنا. حدا يحترم خصوصياتنا لازم نحن نحترم خصوصيات الاخر، وبالتالي بيدخل عالم الايميل. غلط جدا انه انت اليوم عم تكتب ايميل، انا واقف قدامك او واقف وراك، ادخل باللي انت عم تكتبه. هذا الشيء ما بيخصني، بحترم خصوصياتك لانه بالتالي بدي اياك تحترم خصوصياتي. فغلط كثير انه نوقف قدام حدا عم يكتب ايميل او نتدخل او نشوف كمبيوتره الخاص، هيدا مجاله الخاص وعلينا الاحترام. المواضيع، في 3 مواضيع بعالم العمل ممنوع الحكي فيها منعا باتا، وهيدا حسب البروتوكول العالمي للاتيكيت، فاللي هي موضوع الدين، موضوع السياسي، وموضوع المرأة. هيدول مواضيع لا تناقش نهائيا في مجال العمل أو فعاليات. هيدول مواضيع خط أحمر. ليش؟ لأنه كل واحد عنده وجهة نظره بتخصه، وخصوصا بالوقت اللي وصلنا له اليوم. ف3 مواضيع ممنوع المناقشة فيها منعا باتا: المرأة والدين والسياسي. فهذا الشيء يعني بروتوكول عالمي معروف انه ما بنحكي فيه. دايما ومستحب انك تحترم المواعيد.
حتى لو كانت زياره خاصه بين الاصدقاء او العائله لازم تكون بموعدك. انا يا جماعه يوم الجمعه ان شاء الله جاي اتغدى معكم، حكون ساعه واحده. حلو كتير لانه الناس بتكون عم تستناك. فما بالك بالعمل كل شيء محسوب عليك، كل خطوه محسوبه عليك. ونحن بعالم اليوم لازم نتصرف بطريقه بروفيشنال عشان نعطي صورة عنا. إذا أنا اليوم بروفيشنال حأتعامل بكل شيء بطريقة رسمية، بطريقة بتعكسني. فأنا إذا عندي موعد عمل معك اليوم بدنا نتناقش على برنامج صباح الشروق، قلت لك إن شاء الله بنشوف بعد بكرة الساعة 8. كتير مهم إنه أنا أجي على الموعد، عم بحترمك وهيدا يعني عم بحترم نفسي. إذا كان فيه طارئ نعاود نتصل ونقول انه رح نأجل الموعد. بالضبط. ربما كل هذه التوصيات نوجههم للشباب المقبلين ولا اللي راهم في يبحثوا على عمل، تكون فيه لقاءات عمل تجمعهم مع ارباب العمل. صح. لازم عليهم ايضا يتقيدوا بكل هذه التوصيات. بالضبط. اليوم ببلدان ثانيه اصبح في تريننج او صفوف بتقدر تاخذها، دروس محاضرات هي بتحضرك كيف تعمل انترفيو، كيف بتنجح لحتى تاخذ الشغل اللي انت مقبل عليه. وهيدي دراسات بتصير انه بياخذوا فكره عامه عن الشركه وبياخذوا فكره عامه عن الشخص اللي حيعمل معك المقابله، وبيقولوا لك النقاط المهمه اللي انت لازم تحكي فيها وكيف بتجاوب على الاسئله. فانا بوافقك الراي كثير. اليوم بلدنا الحمد لله فيها شباب ناجح كثير، كلهم عم يكملوا دراستهم، كلهم عم بيصير في عندهم اطلاع على العالم الخارجي، على اللغات، على العالم. فكتير حلو انه نحافظ على هيدا الرونق، على هيدا السلوك عشان نقدر نوصل لهدفنا واللي هو ان شاء الله نجاح للجميع. النقطة الأخيرة اللي بنشوفها دائما بعالم الأعمال والمال، في ناس بيعملوا غلطة وهي غلطة بيعتبروها بسيطة لكن هي غلطة كتير كبيرة. إنه أنا دائما أعطي الكارت دي فيزيت تبعي لأي حدا شفته. كارت دي فيزيت ما بينعطوا لمين ما كان، كارت دي فيزيت فيهم معلومات خاصة، معلومات بتخصني أنا. يبقى أنا لما بدي أعطي على هيدا الكارت دي فيزيت لشخص في عندي هدف من وراء التواصل، صداقة شيء والعمل شيء. إذا أعطيتك رقمي الخاص وأعطيتك الإيميل وأعطيتك معلوماتي عشان نتواصل، معناتها هذا الشيء بيجمعنا بشغل، بيجمعنا بهدف، بيجمعنا لعمل. بدنا يكون في بيناتنا صداقة، في تواصل بطريقة تانية. لكن بالعمل والمال والنجاح والأعمال لازم نحافظ على سلوكنا، الطريقة اللي نحن بنبين فيها حالنا والسلوكيات شيء كتير كتير مهم. بنهاية هالفقرة بتمنى عن جد استفدنا كلنا مع بعض وهي تذكار لنا وللجميع. بتمنى لك صباح كتير حلو. شكرا لك كريمة، نتمنى كل شخص استفاد ولو بالقليل من خلال هذه الدردشة. أنا كي يكون عندي موعد نديك معي ونروح. بتشرف دائما على طول وبتعلم منك لطفي. إذا أغنية نديك هي آخر عمل للفنان شاب خلاص. نستمتعوا بهذا الفيديو كليب اللي جمع بين دي جي ناكس والشاب خلاص في أغنية نديك. نتابعوا هذا الفيديو كليب وراجعين. تفضلوا.